النهارده كان في استكمال لإزالة وهدم المحلات في شارع ملك حفني بمنطقة فيكتوريا حرم مترو أبو قير. المحلات اللي بدأت إزالتها في المنطقة دي من يومين بيتم استكمال أعمال إزالة بقية المحلات النهارده الخميس 10 إبريل، وأعمال الهدم وإزالة المباني في حرم مترو أبو قير في بقية الأماكن بدأت من فترة في مناطق تانية زي المنظرة، وده علشان يتم استكمال تنفيذ أول مترو في اسكندرية، المشروع الضخم والعملاق اللي كل أهل المحافظة الساحلية منتظرينه علشان يرفع عنهم الزحام المروري والتكدس اللي بيحصل بشكل يومي في مناطق كتير في المحافظة سواء في موسم الدراسة أو في موسم الصيف. مشروع مهم بيتم تنفيذه لأول مرة في المحافظة الساحلية يليق بيها وبسكانها وباحتياجاتهم لخدمة النقل. المشروع اللي بيربط قلب اسكندرية بأقصى شرقها في المرحلة الأولى ليه مش بس وسيلة نقل جماعية، لا كمان وسيلة نقل نظيفة ومستدامة بيوفر خدمة النقل وبيقضي على الزحام من غير ما يلوث البيئة. كمان بيربط وسط اسكندرية بالمشروعات الضخمة التنموية اللي بتمتد بيها المحافظة في أقصى شرقها زي مدينة أبو قير الجديدة وميناء أبو قير الجديد. تنمية وعمران بيمتد لكل مكان، ده غير ان المكان اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي بعد ما يتم المساحة داخل حرم مترو ابو قير واللي كانت عليها القضبان بعد ما يتم رفع مسار المترو على مسار علوي، وكمان المساحة اللي كان مبني عليها المحلات دي بعد ما يتم ضمهم لشارع ملك حفني هيكون محور كبير موازي لطريق الكورنيش هيحل أزمات مرورية لوسائل المواصلات التانية. بنتابع مع حضراتكم من أرض الواقع في صور حية وحصرية فقط لحضراتكم جمهور تركاية وحكاية، لأنكم جمهور مميز ويستاهل يعرف كل جديد أول بأول في صور حية وعلى الطبيعة. علشان كده لو عايزين تتابعوا معانا كل جديد في اسكندرية تقدروا دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، القناة المهتمة بكل ما يشغل بال الشارع السكندري. وما تنسوش زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أخوكم مراد محمود. معروف إن اللي بيقوم بأعمال الهدم هي هيئة السكة الحديد بمعاونة شركة من أهم الشركات السكندرية المتخصصة في أعمال الهدم والإزالة هي شركة الشرف. كل الشكر ليهم للمعاونة في تسريع أعمال تنفيذ المشروع الحيوي والضخم في محافظة اسكندرية، وشركة أوراسكوم كونستراكشن الشركة المنفذة لمشروع المترو، وهيئة الأنفاق المالكة للمشروع، وقبل كل ده وزارة النقل والسيد الفريق كامل الوزير اللي في عهده بتوجيهات من القيادة السياسية اسكندرية بتشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها.